6 حاجات حضرتك بتعملهم بعد الأكل مش بس هيتعبوك، دول كمان هيخلوك تلف على دكاترة الباطنة، الأعصاب، التغذية، وبرضه مفيش حل مهما عملت أشعة وتحاليل وعلاج، لأن السبب أنت. وآخر حاجة بقى أتحداك لو ما كنتش بتعملها. أول حاجة هي النوم بعد الأكل على طول. لو فضلت على العادة دي هيجيلك أعراض زي حرقان في الصدر، كحة بالليل، هتحس إن الأكل طالع لزورك، صعوبة في التنفس، وهتروح للدكتور تكشف وهيقولك ارتجاع مريء. يديك بقى أدوية للحموضة والمعدة تقعد تاخدها وبرضه مفيش تحسن، لأن السبب إنك لسه بتنام بعد الأكل. وخلي بالك أدوية الحموضة تتاخد بحد أقصى شهر، مش هنقعد ناخدها مدى الحياة. بعد الغدا تحب انت بقى ايه؟ تحبس بالخمسينة. بعد شوية تحس انك دايخ، ايدك متلجة، احساس انك مش قادر تقوم بأي مجهود بسبب الخمسينة اللي انت بتشربها بعد الأكل. تروح للدكتور يقولك عندك أنيميا. فخد بالك الشاي والقهوة ما يتشربوش بعد الأكل على طول، خصوصا لو الحديد اللي انت بتاكله في الغدا من مصدر نباتي. والتدخين بقى بعد الأكل، أصل المدخن بيقولك السيجارة اللي بعد الأكل دي بالدنيا. هي فعلا بالدنيا لأنها هتجيب أجلك، لأن التدخين بيقلل وصول الدم للجهاز الهضمي، فبالتالي الجهاز الهضمي هيشتغل بكفاءة أقل. تلف انت بقى على الدكاترة لأن عندك التهابات، ارتجاع مريء، كحة، وانت زي ما انت مفيش فايدة. والرياضة بعد الأكل على طول، خصوصا لو تمرين عنيف، لأنها بتسرق الدم من معدتك تروح للعضلات، فبالتالي جسمك كله بيتلخبط. والاستحمام بعد الأكل على طول، لأن الدم بيسيب معدتك ويروح لجلدك. وآخر حاجة بقى هي أكل الفاكهة بعد الأكل على طول. أمال مش هنحلي ولا إيه؟ لا حلي، بس خد لك بريك كده بعد الغدا شوية، لأن السكر بتاع الفاكهة بيخلي الأكل يتخمر، فالمعدة مش هتعرف تشوف شغلها، فانت هيجيلك انتفاخات وهتقعد في الحمام بالساعات. ولو اول مره تشوفني فانا دكتوره داليا يوسف، اخصائي التغذيه العلاجيه والاكلينيكيه. قولي في الكومنتات ايه اكتر عاده بتعملها غلط.